كيف نجمع بين الأمر بحسن الظن بالله وبين ما ورد عن السلف الصالح من خوفهم الشديد من الله ومن عذابه وأقوالهم التي جاءت عنهم في مرض الموت خاصة؟ السلف من يقرأ سيرتهم يجد أن الله سبحانه وتعالى جمع لهم الخير، وكل باب من أبواب الدين يكون لهم منها نصيب، فلهم نصيب من الخوف، ولهم نصيب من حسن الظن، ولهم نصيب من الرجاء، ولهم نصيب من كل باب من أبواب الدين. والله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. اجتمع فيهم الأمران، رجاء الرحمة وخوف العذاب، هذا موجود وهذا موجود. فعنده رجاء لرحمة الله فلا قنوط، وعنده خوف من عذاب الله فلا أمن. وهذا هو حقيقة العمل الصالح، وأن يكون بين الرجاء والخوف. ولهذا السلف الصالح رحمهم الله تعالى جمع الله لهم المحاسن والخيرات، فعندهم من الخوف ما هو من كمال إيمانهم، وعندهم أيضا من الرجاء بالله سبحانه وتعالى أيضا ما هو من كمال إيمانهم. ولهذا عندهم هذا وعندهم هذا، عندهم حسن الظن وعندهم أيضا الخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم.